بسم الله الرحمن الرحيم. حمص 6/2/2012 قامت كتيبة الفاروق بعون الله تعالى بإلقاء القبض على مجموعة من شبيحة الأسد، وهذا أحد أعضاء هذه المجموعة، وهذه هويته الشخصية كما يحمل بطاقة من وزارة التعليم العالي جامعة البعث. شو اسمك يا ابني؟ حسن أسعد سيدي. انتم وين تشكلوا المجموعة؟ أنا ومحمد العلي سيدي رئيس المجموعة. كم واحد انتم بالمجموعة تقريبا؟ كتار سيدي. كتار؟ نعم سيدي. يعني اعطينا بعض اسماء هيك شوي. محمد العلي، منير حمادي، سليمان محمد، جعفر محمد، جعفر محمد، وسام ونوس، وجيه ونوس. تمام. نعم سيدي. الله يعطيكم العافية. شو كانت مهمتكم بهاي المجموعة انتم؟ تسليح وقتل واغتصاب نساء سيدي. وين المناطق اللي رحتوا عليها؟ باب عمر، باب الدريب، الخالدية، باب الجندلي. باب الجندلي ولا جنب الجندلي؟ جنب الجندلي سيدي. تمام. شد كنتوا تاخذوا راتب شهري؟ 30,000 سيدي. انت منين تاخذ اوامرك؟ من فرع الامن السياسي سيدي. انت والمجموعة؟ نعم سيدي، انا والمجموعة. تمام. تواصلكم مع الفرع مباشر؟ نعم سيدي. مين اللي خبر على تظاهرة الجامعة والاعتصام اللي صار بالجامعة؟ جاوي. نعم سيدي. مين اللي خبر على اعتصام الجامعة وقت عم يصير مظاهرات بقلب الجامعة؟ مين عم خبر عليها؟ محمد العلي سيدي. تمام. رحتوا على مناطق التظاهر؟ نعم سيدي. شو عملتوا؟ ظهرنا سيدي. شو عملتوا؟ طالع مظاهرة سيدي. 3 مظاهرات لتاخذوا معلومات، نعم سيدي. تصوروا المتظاهرين، نعم سيدي. وبعدها بيرجعوا بيقتلوهم. نعم سيدي. كم واحد قتلت؟ أنا هاي. شيء عدد كبير سيدي. ما بتعرف عدد؟ نعم. يعني نعم سيدي. انت ورفقاتك طبعا. نعم سيدي. وهذا الشيء نفعكم؟ لا سيدي. بشار الاسد نفعكم؟ لا سيدي. والامن السياسي؟ لا سيدي. نحن ما بنحب نحكي بهاي اللغه، بس انت من اي طائفه؟ علوية سيدي. والمجموعه اللي معك؟ علوية سيدي. شو قالوا لكم؟ شو قالوا لكم وقت اعطوكم المهمه؟ قالوا لكم شو قالوا لكم؟ بتروحوا على المتظاهرين؟ نعم سيدي. على المناطق اللي فيها تظاهرات؟ بتجيب لي معلومات؟ نعم سيدي. طيب شو هلا انت شو بدك تعمل هلا؟ شو بدك تعمل هلا انت؟ بروح على البيت سيدي. شو بتقول لرفقاتك؟ ما شو بدي اقول لك سيدي. شو بدك تقول له؟ ندمان ولا يضلوا على مسيرتهم تبع الممانعة؟ ندمان، انا ما عندي علاقه بشيء. حد يلقاك؟ حد يقرب صوبك؟ لا الحمد لله. حد يزعجك؟ لا كتر خير. وهلا انت رح تروح على بيتكم، بس بدي اياك توجه رساله اكرم. للطائفه العلويه الشرفاء منا ولزملائك اللي بنفس المهمه تبعك، شو بتحب تقول لهم؟ قل لهم يبعدوا عن الطريق وما بيصير هالشغل كله ويقعدوا شو بدهم هالشغل كله. بشار الاسد ما له دايم لحد. بشار الاسد مو دايم لحد. نحن طول عمرنا عايشين بيسأل. اخوه. اخوه محبه. تمام. نعم. يعطيك العافيه. الله يعافيك.